بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. حكايتنا النهاردة مع القديس جميل، هو القديس الأنبا يحنس القصير، وحكايته جميلة جدا، وتعالوا نتعرف عليها مع بعض. فاتولد هذا القديس سنة 339 ميلاديا، وهو من بلدة طيبة في الصعيد، وهو كان من أسرة فقيرة جدا، وأبوه وأمه كانوا ناس تقيين جدا وربوه على الفضيلة من صغره، وكان ليه أخ أكبر منه، وبعد كده في المستقبل صار راهب جميل جدا. فمن صغر القديس يوحنا أحب ربنا من كل قلبه، وكان حاسس إن جواه دعوة سماوية دايما بتدعيه لربنا. ولما بلغ سن 18 قرر إنه يذهب ويتلمذ على يد الأنبا بموى، راهب وشيخ كبير في برية شهيد، وترجاه إنه يكون تلميذ مخلص ونجيب ليه جدا. لكن لما رآه الأنبا بموى وسنه لسه صغير كده، ترأف عليه وقال له ما تحكمش بسرعة على الأحداث، عشان ممكن تتراجع عشان انت لسه صغير. وطلب منه إن ما يستعجلش، لأن طريق الجهاد قدامه طويل، وإن حياة النسكية كلها شقاء. لكن الأنبا يحنس جاوبه وقال له إن هو مستعد يسمع كل الكلام، وإنه هيطيعه مهما كان الأمر، لأنه بيحب ربنا من كل قلبه. والأنبا بموى قرر إنه يصوم 3 أيام عشان يشوف عمل ربنا إيه في الموضوع ده. وفي اليوم الثالث ظهر له الملاك وقال له انت عملت الصح يا انبا بموى، انك قابلت القديس يؤنس معاك، وان يكون تلميذ مخلص ليك، وانه هيكون اب لجماعات كتير وهيخلص كتير بسبب سيرته العطرة. ففرح الانبا بموى كتير بالظهور الملاك وكلامه ليه، وحس انها بشارة خير من ربنا. وصلى الأنبا بموى تاني وصام 3 أيام، عشان بعديهم قرر إنه يلبس الإسكيم للأنبا يؤنس وهو لسه صغير كده. وده كان سنة 357 ميلادية. وفي جهاده الروحي درب نفسه على مسك لسانه من أي غلط، وينقي قلبه وفكره من كل كلام شرير أو من كل فعل شرير، وكان ده من أجل محبته لربنا. وكان كمان بيستمر في أصوام كتيرة، حتى إنه ممكن يقعد أسبوع بدون طعام كامل، وحتى ما كانش لما بيفطر ما كانش بيملى معدته على الآخر بالأكل. وزي أصوامه ارتبط كمان بصلواته، وكان بيصلي في مغارة تحت الأرض، وكان دايما متأمل في أعمال ربنا في كل شيء حواليه. وهو كان بيشتغل في السلال وبيصنعها بإيديه دايما، وكان صاحب السلال دي من وقت للتاني يفوت عليه وياخدها منه ويبيعها له ويديله تمنها. وفي فترة من فترات وهو متأمل في جمال ربنا، خبط عليه الراجل صاحب السلال وطلب منه السلال، لكنه كان متأمل في الصلاة جدا، فما خدش باله انه دخل القلاية وقال له يا سيدي السلال فين عشان ابيعها لك. وقال له خد ما تريد، لان انا مشغول بجمال الطبيعة اللي خلقها ربنا من جمال، وكل دي تأملات بتبين ان ربنا اروع في كل خلقه باعظم تكوين. وفي الاخر قال له خد السلال اللي انت عايزها وما تناديش عليا تاني، لان انا طالما في تأمل مع الله ما بحبش حد يقطعني. وكان الأنبا يؤنس اللي هو أنبا يحنس القصير ده كان بالروح دايما بيظهر له الأنبا بشوي كوكب البرية، وكان بيعلمه حاجات كتير في الظهورات دي. وفي وقت من الأوقات معلمه الروحي قال له يا أنبا يحنس إن عايزك تزرع معايا شجرة قدام الدير. وكان ده عبارة عن عود من الخشب، وفضل يسقيه 3 سنين بدون كلل وبدون تعب، وفعلا فرع العصاية ده زرع وبقى شجرة كويسة. وبعد كده سموها انها شجرة الطاعة، لان فضل يسقيها 3 سنين وما ملش ابدا انه يكل منها، لكن فضل يسقيها وربنا رعاها معاه لغاية انها ما بقت شجرة عالية وكبيرة جدا، واسمها شجرة الطاعة. ولما أعطت ثمار فكانوا بيقطفوا من ثمارها ويوزعوا على الإخوة في الدير،
كان بيقول لهم ان دي شجرة الطاعة، وذوقوا ما اجملها وما اطيبها، لان ربنا طلع منها ثمر جميل. والأنبا يؤنس الأنبا يحنس القصير فضل مع معلمه لمدة 12 سنة. ولما معلمه الروحي ده ابتدى يحس انه ينتقل للسماء، مسك بإيد الأنبا يحنس القصير قدام الإخوة وقال لهم تمسكوا بهذا الملاك، لأنه يعتبر ملاك في جسم إنسان. وبعدين وصل الأنبا يحنس القصير على انه يعيش في نفس المكان اللي زرع فيه الغرز العصاية اللي فرعت شجرة كبيرة، وقال له عيش هناك لان ربنا هيديك بركة كبيرة. والشجرة دي فضلت في الدير لغاية وقتنا هذا، في دير الأنبا يحنس القصير لوقت قريب جدا. وفي وقت من الأوقات طلب منه معلمه الأنبا بموة إن هو كان في ضبعة موجودة عند القبور هناك، وقال لها قول للضبعة ديت إن معلمي الأنبا بموة بيقولك إن عايزك وتيجي مربوطة الإيد على إيديا. فبص للضبعة كده واستغرب شوية، هيقول لها كده إزاي؟ لكنه رشم علامة الصليب عليها وقال لها الأنبا بموة بيقولك إن أنا أربطك وأجيبك معايا لغاية عنده. فالعجيب جدا ان الضبعة ديت اللي طبعا شكلها مفزع وافقت ان هي ترتبط ويربطها، وخدها في ايده ووداها له لغاية عنده. فتعجب الأنبا بموة ان هو نفذ الطلب بتاعه بكل امانة، وما خافش وما تعلاش عليه انه يقوله ما ينفعش. ولما لقاه مطيع كده اطلق الضبعة دي او الكلب ديت، فمشيت في طريقها. بيقول له أنا كنت بجرب كبريائك أو إيمانك أو طاعتك في الموضوع، لكنك عملت الموضوع كله بطاعة غريبة جدا، حتى إن ربنا على إيديك اتمجد حتى مع الضبعة المفترسة دي. وفي مرة سألوه الإخوة هل قراية المزامير مفيدة في كل الأوقات وتكون كتيرة ولا لأ؟ فقال له قبل ما تكون قراية المزامير مفيدة أو كتيرة أو قليلة، المهم إن يكون الإنسان بيعملها بتواضع شديد، ويكون كويس مع الفقراء، معطف عليهم ومعطف على المساكين زي ما كان المسيح بيعمل. وفي يوم حبوا يمتحنوه في المجمع، فالشيخ المجمع قال له إن كنت ملكش مكان هنا المفروض تطلع بره. فطرده، وهو راح قليته بكل تواضع وما اتكلمش ولا كلمة. فراحوا وراه يشوفوا هيعمل ايه، لقوا ان طالع من القلاية بتاعته ريحة بخور، وهو صامت جدا وما اتكلمش بأي كلمة. حتى لما سألوه قال لهم انا ما حدش ضايقني ولا حدش عمل لي حاجة، لكن المفروض اكون متواضع دايما قدام الله. ولما شافوه كده تمجدوا الله في عمله، وبعدين دخلوه بكرامة كبيرة جوه الدير. وبعدين ظهر له الملاك وأوحى له إنه ممكن يعيش لوحده في البرية أدام حياة الإخوة لسه مضايقاه. وكمان وهو في الدير جاله واحد أبرص وطلب منه البركة عشان يخف، وفعلا صلاله، وكان هو بيبيع السلال في السوق وصلاله، والإنسان ده اتبارك وبقى كويس ورجع سليم من تاني. وفي نفس الوقت برضو هو ساعد في توبة القديسة بائسة من طريق الظلام اللي كانت ماشية فيه وأعمال الشر، وقال لها أنا شايف شياطين كتير حواليكي، حاولي تتخلصي منها لأن موعد انتقالك قرب، فعشان ما تبقيش واقفة قدام ربنا مدانة. ففعلا صلالها وتابت، وقالت له يا أبي طب أعمل إيه بالفلوس الخطايا دي؟ فخدها معاه ومشي معاها عند الكوبري ورمتها في البحر. وساعتها قال لها انت كده في اللحظة دي اتنقيتي وهتبقي كويسة قدام الله، بل هتبقي كمان من القديسات. ففرحت جدا بالبشارة دي منه وطلبت الصلاة من أجلها على يديه، وفعلا ربنا اتمجد. والقديسة دي بقت اسمها القديسة بائسة، اللي هي بقت نقية على ايد القديس الأنبا يحنس القصير. بركة صلواته تكون معاكم ومعانا امين. وقديسنا العظيم تناح سنة 409 ميلاديا وكان عمره 70 سنة. بركة صلوات القديس الأنبا يحنس القصير تكون معاكم ومعانا امين. وما تنسوش تشاركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلوبكم بكل غالي، واذكرونا دايما في صلواتكم، واللايك والاشتراك من ايديكم هيرفع قناتنا الصغيرة وتبقى كبيرة. وبركة القديسين يا رب تحل عندكم وعندنا دايما يا رب، وشفاعة أمنا العذراء وشفاعة القديسين تكون معاكم ومعانا آمين يا رب.